بنتكلم جد عشان الموضوع بنتكلم فيه جد. احنا هنتكلم النهارده في انت مخطوبه او مرتبطه او متجوزه، هل ينفع ان انت تاخدي موبايل خطيبك جوزك الشخص اللي انت مرتبطه بيه تفتشي فيه او تبصي فيه؟ ولو انت خدتيه وهو رفض يبقى هو كده بيخونك؟ احنا لازم نعرف انا كمريم واصدقائي المتابعين عندي اللي هتلاقيهم تحت عاملين لايكات وسبسكرايبات وهتلاقيهم تحت برضو عايزين يعرفوا هو بيخونك ولا لا. مشكلتك يا عزيزتي ما بقتش مشكلة ان انتي شاكة ان هو بيخونك، مشكلتك بقت مشكلة قناة بأكملها. القناة كلها عايزة تعرف. فلو انت عايز تعرفي نعمل ايه في الحوارات دي، فالاول احب اعرفك بنفسي. انا مريم عوزة، دي قناتي. لو انت اول مرة تشوفيني منورة الكوكب كله، ما تنسيش لايك شير سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. اما لو انت اصلا من المتابعين عندي فانا مش محتاجة ان انا اقول لك ان انت منورة ضرب التبانة كلها. هنتكلم عن الشخص اللي انت مرتبطة بيه او جوزك او ايا كان اللي انت هتتكلمي عنه. فهل الشخص ده المفروض ان انت تمسكي موبايل وتفتشي فيه او تشوفي، يعني تمسكي الموبايل، تشدي الموبايل وهات الموبايل وتمسكيه ولا لا؟ في البداية هو لا، لان انت معاكي موبايل. انت مش في 5 ابتدائي يعني، لا اصل ماما مش مدياني الموبايل، لا انت معاكي موبايل صح. وفكرة انا هاخد الموبايل عشان هتصور، هاخد الموبايل عشان ناخد سيلفي، هاخد الموبايل، لا. انتي قاعده وهو جنبك، او حتى مثلا حد في ديت او اول ديت او اول مقابله وقلتي له ما تيجي نتصور صوره للذكرى، ما ينفعش ان انتي تمدي ايدك تاخدي الموبايل بتاعه عشان تصوري صوره للذكرى، بس ينفع ان انتي تقولي له ما تصورنا بموبايلك صوره، او تعالى ناخد سيلفي سوا بالذكرى دي من موبايله، الكاميرا بتاعتك احسن. بس لكن بقى شغل طب هات موبايلك عشان اتكلم بماما اصل موبايلي اتحرق، لا. دي الموبايل ده حاجه شخصيه زيها زي اي حاجه شخصيه. انتي بتسلفي هدومك لحد؟ بتسلفي شنطك لحد؟ بتسلفي مكياجك لحد؟ يعني انتي عندك عادي فرشه سنانك، يعني انتي كنتي غاسله اسنانك بالفرشه فتديها لحد يغسل سنانه ويرجعها لك؟ مستحيل. الموبايل برضو كده، دي حاجة شخصية وهو ليه المساحة الشخصية بتاعته، فما ينفعش ان انت تتعدي عليها. هو ممكن يقولك اوكي ويديك الموبايل، او ممكن يقولك لا. لو قالك اوكي خدي الموبايل، انت قلتي له انا هعمل مكالمة من تليفونك، فانت هتفتحي الفون تتكلمي، مش هتدوري في حاجة، ما تفتحيش حاجة. طيب انت قلتي له هنتصور، هتفتحي الكاميرا تتصوري وتديهوله، مع ان دي حاجة مش مفضلة ان انت تعمليها. تمام؟ جه قالك لا يا انتاج عايزين نحط مزيكا اللي هي كده دي، انا كنت بعمل كده يعني تن 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 تن. اول ما هو هيقولك لا، مش معنى ان جوزك عموما هيبقى اكيد جوزك يعني ماشي قالك لا مش هديك الموبايل ان معنى كده ان هو بيخونك، او ان هو بيكلم واحده تانية، او ان هو مش عارف ايه. لا بصي بقى، هو ممكن يكون مش عايز يديك الموبايل ليه؟ اول حاجه في ناس بتحس بعدم الارتياح ان هي ادت شخص شيء هي تملكه. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكوني مش مرتاحه، يعني انا مثلا سلفت المايك بتاعي، فانا هبقى مش مرتاحه طول ما المايك بتاعي ده مش جنبي، فطول الوقت هبقى متضايقه، فده طبيعي ان هو يحس بعدم الارتياح ان انت الموبايل بتاعه معاكي. تاني حاجة ممكن يكون هو بينه شات يعني بيتكلم هو واصحابه، فمش عايزك تعرفي هما بيقولوا ايه، بيشتموا، بيهزروا، بيقلشوا، بيعملوا اي حاجة عادية بالنسبة لهم كشباب، بس هي مش عادي ان انتي تقريها او ان انتي تسمعيها. عادي بتحصل. يعني انتي اكيد الشات بينك وبين صحابك كدبدوبتي وحبيبتي وكده، يعني هم ممكن يكونوا بيشتموا بعض، ممكن يكونوا بيتريقوا على بعض، ممكن يكونوا بيتنمروا على حد، فانتي ليه تشوفي حاجه زي دي؟ تالت حاجه ممكن هو اصلا يكون مثلا مكلم حد من عيلته، يعني في مشكله بينه وبين عيلته، يعني مثلا هو وابن خالته متخانقين على حاجه، في مشكله، مامته وخالته متخانقين فهم بيتكلموا يصفوا الدنيا. ليه انتي تعرفي المشاكل العائليه دي؟ يعني ليه؟ ممكن رابع حاجه عنده خصوصيته اللي هو مش عايز، انا مش عايزه اديكي حاجتي، دي حاجه خاصه بيا انا. ايه الغلاسه دي؟ حتى لو هي مش عليها حاجه، يعني حتى لو هو موبايل مش عليه حاجه انا مش عايزه اديهولك، انا حر، حياتي وخصوصيتي انت مالك. ممكن
وممكن يكون بيخونك، بس احتمال ان هو يكون بيخونك فمش عايز يديك الموبايل ده احتمال غبي جدا، لان هو لو بيخونك هيمسح الموبايل اول باول. يعني اول باول هتلاقيه بيمسح الحاجه، هتلاقيه مثلا عنده موبايل تاني او بيخونك على اللابتوب وهو هنا مع الموبايل. يعني حاجه انت ما تعرفيش ان انت توصلي لها. اصل هو لو هو عايز يخونك هيخونك، فمش ان انت هتمسكي الموبايل انت هتقفشيه، لا ده يبقى اهبل. انت لو انت عايز تقفشيه مش هتعرفي. هو لو بيخونك وانت عايز تقفشيه مش هتعرفي تقفشيه. يعني ما تقعديش تدوري على النكد وتجري له فدان. ايه ده مش عايز يديني الموبايل يبقى هو اكيد بيخوني، يبقى هو اكيد يعرف واحده ثانيه. لا عادي، ما فيش في دماغه حاجه. او ممكن يبقى قاعد كده ما بيفكرش في حاجه ولا حاجه في دماغه. انت بقى لا ازاي تنكدي على نفسك وتنكدي علينا وتيجي تشتكي لنا؟ يا بنتي يا بنتي الراجل زي الفل، انت مش شايفه الدنيا عامله ازاي والدنيا غاليه ازاي؟ هيخونك ازاي؟ هيجيب ذهب منين عشان يتجوز تاني؟ يا بنتي ما ينفعش خلاص. حتى لو كان متاح خلاص بقى شطبنا. خلينا متفقين ان انت تمسكي موبايله عشان تفتشي فيه دي حاجه ما تليقش بيكي خالص. مش اخلاقك ولا تربيتك ولا مستواكي الاجتماعي يسمح لك ان انت تنزلي بمستواكي للدرجه دي عشان تمسكي الموبايل تفتشي فيه. شاكه فيه خليكي واضحه، قولي له يا ابراهيم انا حاسه ان انا شاكه فيك، انا شاكه فيك وحاسه ان انت بتبقى مثلا اونلاين وقت كبير جدا ما بتكلمنيش، فانا حاسه ان انت ممكن تكون بتعرف على اي حد وانا مش مرتاحه وعايزه افسخ. هنا بقى انت كده رميتي الكره في ملعبه، وهو بقى المفروض ان هو يطمنك. لا انا ما بكلمش حد، طب انت ايه اللي قلقك؟ طب اعمل ايه عشان ارضيكي؟ وهكذا. لكن فكره ان انت لا طب وريني الموبايل عشان تثبت لي، ده هبل. فمن فضلك ما تدوريش على عكننه لنفسك، واعرفي قيمتك وما تنزليش بمستواكي لمرحله ان انت تدوري وتبحثي انت بتخوني ولا لا، ولا انا لازم اثبت ان انت بتخوني عشان اسيبك. حاسه ان انت مش مرتاحه بيه. ولو هو اداكي الموبايل انت ما تفتحيش الواتساب، ما تفتحيش الماسنجر، ما تقريش الشتات، ما تعمليش كده، عشان انت المفروض تبقي انت واثقه من نفسك. هو جه اختارك، هو جه قالك انا عايزه اتجوزك انت، او هو اصلا اوريدي اتجوزك، فهيخونك ليه؟ انت لازم تبقي واثقه في حاجه زي دي. هو اختارك انت من بين الناس الموجوده، فهو بيحبك انت، فهو عايزك انت، فهو مش هيخونك. فما تدخليش الشيطان ما بينكم ان هو يفرق ما بينكم، سواء كنتم مخطوبين او سواء كنتم متجوزين. ما تدخليش الشيطان ما بينكم، واعرفي قدر نفسك وما تقليش منه، وحبي نفسك وحبي بيتك، وما تنعكشيش عن النكد. ولو دورتي وقررتي ان انت تنعكشي عن النكد فهتلاقي فيديو روشتة النكد موجود تحت في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف، او ممكن تلاقيه في الاي اللي موجوده هنا دي. وبس كده، انا كده خلصت الفيديو ده. لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك عشان اعرف ان هو عجبك وكده. ولو عندك اي مشكله تخص الموضوع ده ما تنسيش ان انت تكتبيها لي تحت في التعليقات، انا بقرا كل الكومنتات وبرد عليها كلها. وبس كده، ميرسي جدا لوقتك.